هل لو نمت في شقة مسكونة ممكن الجن اللي فيها يزورك في المنام ويحاول يحذرك منها؟ طب لو ما استجبتش لزيارته وكوابيسه اليومية المتكررة، هل هيظهرلك على حقيقته ويزود مستوى الخوف والرعب عندك علشان تسيب المكان وما ترجعش تاني؟ طب لو ما استجبتش لكل ده، ايه اللي ممكن يحصل معاك تاني؟ القصة اللي هحكيها لكم النهاردة اللي كتبها الأستاذ جمال الحفني. وقبل ما نبدأ القصة عاوزين نحضر الطقوس اللي متعودين عليها، سماعتك وقهوتك واجهز علشان سهرتك. أنا موسى الخضيري، شاب من صعيد مصر. عندنا عمارة سكنية في حي من أحياء القاهرة. العمارة كلها مسكونة عائلات ما عدا الشقة الموجودة في الدور الأرضي، بنخليها فاضية علشان أي حد منا يسافر القاهرة يوم أو يومين يقعد فيها، سواء أنا أو أخويا أو ولاد عمي. شقة صغيرة عبارة عن أوضة وصالة ومطبخ وحمام صغيرين. قبل ما أبويا الله يرحمه يبني العمارة كنا نعرف إن المكان ده كان بيت منفرد في شخص على ايد 2 من صحابه. بعد ما كانوا قاعدين وبيشربوا مع بعض وبيحششوا، حصل خلاف بين ال3، والناس بتقول انهم دبحوه وفضل يتقلب مكانه لحد ما مات. حادثة قديمة جدا، مش عارف اذا كانت حقيقية فعلا ولا لا. المهم ابويا اشترى البيت وبناها عمارة، وزي ما قلت لكم خلينا الشقة اللي في الدور الأرضي للزيارات الطارئة فقط، وأحيانا كنت أنا أو أخويا نقضي فيها فترة الأجازة بتاعة الكلية. أخويا بعد ما خلص دراسة سافر القاهرة ودور على شغل، وقرر يسكن مع أصحابه في شقة مشتركة، وللأسف قرر لأول مرة يأجر الشقة. أجرها الراجل كبير في السن سيكن فيها لوحده، وللأسف الراجل ده مات ومحدش عرف بموته إلا بعد ما ريحته طلعت. والكلام ده طبعا معرفتوش غير بعدين من الجيران، بعد ما حصلت سلسلة مواقف استمرت ليومين هحكي لكم عنها دلوقتي. أهم حاجة لو لسه ما حطيتش لايك، دوس لايك جميل كده زي قلبك الحلو وتعال نكمل. أخويا كان عارف إني سافرت القاهرة وأكيد هبات في الشقة، وما حذرنيش علشان ما تحصليش حاجة، وعشان كمان احنا ما بنخافش من الحاجات دي. ياما حصلت معانا مواقف وعجائب واحنا صغيرين، سواء في أرضنا الزراعية أو في الشارع اللي ورا بيتنا. فالحمد لله يعني قلبي قوي من صغري، ويمكن علشان كده أخويا ما قاليش. قبل ما أدخل الشقة حسيت من نظرات عم صبحي اللي ساكن في العمارة اللي قدامنا. لما جه يسلم عليا حسيت إنه عاوز يقول لي حاجة. كل التفاصيل دي ربطتها ببعض بعد ما عرفت اللي حصل في الشقة. ريحتها كانت قذرة جدا، فاضطريت اسيبها مفتوحة اكتر من 3 ساعات، ابواب وشبابيك علشان الهواء اللي فيها يتغير. وقلت لنفسي اكيد علشان مقفولة من فترة، بس المرة دي كانت الريحة قوية فعلا، واول مرة الشقة تكون ريحتها بالقذارة ديت. كنت مرهق من السفر، وبمجرد ما حطيت راسي على المخدة علشان انام، او لما كنت بين اليقظة والنوم، سمعت صوت صريخ مكتوم، كأن في شخص عاوز يصرخ بس في حد حاطط قماش على بقه وبيمنعه من الصراخ. الموضوع استمر لأكتر من دقيقة تقريبا، وبعدها الصوت بدأ يتضاعف بالتدريج لحد ما اختفى. حاولت انام تاني لكن للأسف جاني الجاسوم، وما صدقت فكيت منه وقمت استغفرت وشربت مية ورجعت انام من تاني. بعد ما بصيت في التليفون وعرفت اني ما كملتش ربع ساعة من وقت ما حطيت دماغي على المخدة، كنت تعبان وبستسلم للنوم بسهولة جدا. بس في المرة الثالثة كان كابوس غريب، اول مرة اشوف كابوس زيه. علشان تتخيلوا الموقف معايا، انا نايم في اوضة صغيرة، الصالة والمطبخ والحمام بره مكونين كلهم مع بعض على حرف ال. والحلم اللي بيرعبك هو اللي ما بتكونش عارف فيه انك بتحلم اصلا، وبتفتكروا ان هو الواقع اللي بتعيشه. باب الحمام اتفتح وخرجت منه واحدة ست. طبعا هتسألني ازاي انا في الأوضة وشفت الست وهي بتخرج من الحمام؟ هقولك معرفش. ست رفيعة ولابسة جلابية سودة وطرحة سودة، وشكلها هي اصلا اسود في اسود. وفي اللحظة اللي خرجت من الحمام بدأت تخرج ديدان من تحت المخدة اللي نايم عليها، وبدأت تمشي على وشي وتدخل من تحت التيشيرت وتمشي على جسمي. والست دي بتتحرك بكل هدوء وثقة وبخطوات بطيئة وجاية للأوضة. الديدان غطت جسمي بالكامل. في اللحظة اللي باب الأوضة اتفتح وعلى ضوء الصالة شفت الست بتدخل الأوضة عندي. كانت ماشية ناحية سريري بنفس الهدوء والاتزان، وأنا جسمي بيتنفض بحاول أتخلص من اللي أنا فيه، لكن أطرافي كانت تقيلة جدا، مش عارف أحرك إيدي أو رجلي، كأن
في حد مثبتهم في سرير. كانت كل ما تقرب مني خطوة احس بالديدان بتعض في جسمي اكتر، لحد ما الست وقفت جنب السرير ومالت عليا بوشها الطويل الممدود لقدام كأنه وشه حمار اعزكم الله. كانت بتبصلي ووشها مش باين عليه اي تعبيرات، نظرات صامتة جدا وتقيلة جدا جدا، لحد ما بعد رعب استمر لفترة الله اعلم بيها صحيت من النوم ولمحت طرف لبسها او ظل ست في الصالة بره. انا مش عاوز اطلعك من مود القصة، بس انا متأكد انك لغاية دلوقتي لسه ما حطيتش لايك. حط لايك جميل زي قلبك الجميل عشان ما خوفش نفسي. اعتبرت ان الست اللي شفتها من شوية كانت كابوس من كوابيس المزعجة، والغريبة ان الوقت ما كانش ماشي. حاولت انام تاني بس معرفتش، الخوف منعني من النوم، لكن طبعا ما خلانيش اخرج واسيب الشقة. اتوضيت وصليت ركعتين ومسكت الموبايل لحد ما الفجر اذن. صليت والحمد لله نمت من تاني. صحيت قبل الظهر بدقايق ودخلت الحمام وانا مش ناسي اللي حصل معايا امبارح. الذاكرة بدأت تعيد لي كل اللي شفته في كوابيسي. سبحان الله، بمجرد الانسان ما بيدخل الحمام بيفتكر افلام وحكايات الرعب اللي شافها وسمعها بخصوص الحمامات، لدرجة ان في ناس ما بتحبش تغسل وشها بالصابون علشان ما تغمضش عينيها لثواني وتفضل متابعة ومراقبة كل اللي بيحصل حواليها من شدة الخوف، واللي بيبقى مهيئة عقلها. وانا عن نفسي بنصحك ما تفتكرش كلامي ده وانت بتاخد دش، او بالاخص ما تفتكرش اللي هحكيهولك دلوقتي واللي حصل معايا بالفعل. الصابونة ما كانتش بتفضل في المكان اللي انا بحطها فيه، لازم تتزحلق على الارض وتقع. المية كانت بتزيد وتقل بشكل ملحوظ جدا. ما خفتش وكملت استحمام عادي وبحاول اشغل عقلي بالاكل وهعمل ايه بعد الفطار وهروح فين. وفجأة التقيلة خبطت على الباب حوالي 5 مرات. خبطت على باب الحمام من بره خبط اشبه بخبط مخبرين البوليس. اتنفضت من مكاني الصراحة من المفاجأة اللي متوقعتهاش، مش من الخوف. اتعصبت جدا ووقفت على الباب وانا بشتم وبلعن الايمان والاهل واي شتيمة تيجي في بالي. وطبعا كنت بوجه الشتيمة دي كلها للي كان بيخبط على الباب، واللي انا عارف ومتأكد وانتوا كمان عارفين انه مش بشر. مرت الايام عادي بالنسبة لي، اكون في الصالة اسمع المواعين في المطبخ بتتخانق مع بعضها، غطا الحلة يقع على الارض ويطلع صوت، ده اللي بيستمر لثواني لحد ما يهدى. السرير وانا في الصالة بسمع ان حد بيجره من مكانه وبيرجعه تاني. ما كنتش بخاف وطبيعي ما حدش يصدقني، بس انا بحكي قصة حقيقية وما زالت احداثها بتستمر مع اي واحد فينا بيبات في الشقة، سواء انا او اخويا، لانه هو كمان شاف نفس الست ووصفها لي بالظبط بنفس ملامحها السودة ونظرتها المخيفة. ابن عمي في مرة جابت معايا ليلة وخرج بالليل بالبوكسر وراح يجري في الشارع ومسكته بالعافية ورجعته تاني. ما زلت لما اسافر القاهرة في اي يوم بروح ابات في الشقة ديت، بس الحقيقة ما بعرفش انام غير من بعد الفجر، ولو حاولت انام قبل كده ببقى مغمض عين ومفتح التانية. لو كملت القصة للآخر ما تنساش تقولي رأيك في التعليقات وتدوس لايك جميل. تصبحوا على خير.